السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا. عارفة ان انا مقصرة كده في نزول الفيديوهات، بس بجد والله انتوا بتبقوا وحشيني. ببقى عايزة اعمل فيديوهات على طول، بس الظروف هي اللي بتبقى معاندة شوية. دعواتكم لينا، ربنا ان شاء الله ييسر الحال ويسهل الحال كده، واقدر ان انا انزل لكم فيديوهات باستمرار وما تاخرش عليكم، لان انتوا والله بتوحشوني جدا. وانا بجد حقيقي بلاقي نفسي لما بتكلم كده معاكم ولما بعمل فيديوهات وبصور، يعني ببقى مبسوطة وبلاقي نفسي في الحاجة دي. فربنا ييسر الحال ان شاء الله، واقدر انزل لكم فيديوهات مستمرة الفترة الجاية. عشان ما اطولش عليكم، انا كنت نزلت طريقة الفطير الشرقي ده في ريل كده قصير، بس قلت انزله لكم بقى بالتفصيل في فيديو، وان شاء الله يعجبكم ويلاقي كده منكم اعجاب يعني، والاقي كومنتات منكم حلوة وتشجيعات ليا. وما تنسيش طبعا تحطي اللايك والاشتراك بتاعك للقناة وتشجعوني انزل وصفات اكتر واكتر. وهدخل معاكم بقى على طول في الفيديو في الوصفة، ويلا بينا نبدأ. مبدئيا كده يعني ايه الفطير الشرقي؟ طبعا انا مش بعلمكم، مش بقول لكم طريقه شيفات او حاجه، دي طريقه كده على قدي وطريقتي انا الشخصيه في البيت. يعني سواء كانت بيرفكت او مش بيرفكت، طريقه بروفيشنال او مش بروفيشنال، انا بعمل اللي عليا وعلى قد ما ربنا بيقدرني. واول واحد بيحاول يغير وينوع في الاكل وفي الوصفات عشان ما نزهقش كل يوم نفس الوصفات. فدي يعني كانت تجربه، اللي هو يعني انا زيكم لما بحب اعمل وصفه بعمل سيرش عنها وادور في اليوتيوب وفي الفيديوهات، واللي بلاقيه بقى باخد فكره من هنا على فكره من هنا واعمل بقى بطريقتي. يعني اعتبروا ده تطبيق للفيديوهات اللي انا بشوفها زيكم. انا بشجعكم بس ان انتوا تجربوا وتعملوا وتغيروا وتنوعوا. اول حاجه انا جبت دقيق مخبوزات، جبت 3 كوبايات ونص. دول عملوا معايا 3 فطاير كده متوسطين والحجم الميديم مثلا. اول حاجه انا نخلت ال3 كوبايات دول 3 كوبايات ونص، نخلتهم كده بالمصفى دي. المنخل بتاعي اتقطع فنخلتهم بالمصفى دي زي ما انتم شايفين كده. ضفت عليهم بقى معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من السكر، وضفت كمان كوبايه كده مبدئيه من الميه الدافيه. وبعد كده شغلت عليهم العجان بقى يلفوا، وبدات ازود ميه تدريجي، ميه دافيه تدريجي كده لحد ما لقيت العجينه لمت معايا وبقت خلاص مش محتاجه بقى سوائل زياده. وسبتها بقى تتعجن، عجنتها حوالي 10 دقائق متواصلين كده في العجان زي ما انتم شايفين كده. سيبيها بقى تتعجن براحتها جامد جدا عشان تتناسق كده وتدخل في بعضها والنسيج بتاعها يشتغل. هنا بقى كنت خلاص بعد ما عجنتها طلعتها كده على صينيه قسمتها. انا حطيت الصينيه دي، حطيت في ارضيتها زيت، وبقيت بقسم بايديا فيها زيت برضو، وغطيتهم في الاخر برضو فوق الوش الزيت. هي الوصفه دي الحاجه الاساسيه فيها هي الزيت هو اللي بيفردها. في ناس بتستخدم سمنه او زبده، وفي ناس الشهير بتاعها ان هو تستخدم الزيت. يعني معظم الوصفات لو بحثتي عن الطريقه دي هتلاقي معظم الوصفات بالزيت، وحتى لما بتطلبيها جاهزه من بره او من محلات او كده بتبقى معموله برضو بالزيت، مش زيت الآلية، زيت الاكل اللي هو بيبقى خفيف، زيت ذره، زيت عباد شمس كده يعني. هتشوفوا بعد كده ان الزيت ده هو اللي بيسهل فرد العجين. طبعا انا بعد ما عملتهم كده قفلتهم بستريتش، بورق استريتش، وسبتهم يرتاحوا حوالي نص ساعه ربع ساعه، انت وراحتك. كنت بقى حضرت فيها الحشوات، كنت عامله حشوه صدق، وعملت كمان حشوه لحمه مفرومه معصجه، وعملت مشكل جبن، كان عندي شويه لانشون شويه جبن كده. الحشوات بقى براحتك بمزاجك حسب المتاح عندك والمتوفر استخدميه. هنا بقى بعد ساعه عدت ساعه، جبت عندي طبليه البلاستيك دي، حطيت في الارضيه برضو شويه زيت وبدات افرد. بتفردي ازاي؟ بتفردي بكف ايديكي، يعني كف ايديكي كده تحسسي عليها يمين وشمال، هتلاقيها بتتفرد معاكي. بصوا الزيت انا بزود زيت اهو، علشان كل ما بتحطي يعني كل ما بيبقى فيه زيت هو اللي بيساعد على ان هي تتفرد. وحتى لو اتقطعت منك حتت صغيره او حاجه مش هتفرق. انا كنت فردت واحده وطبقتها بس المقطع اتشال، فكنت بوريكم دلوقتي القطعه الثانيه. يعني بصوا فردتها ازاي اهي، بفضل اطبطب عليها كده بايديا يمين وشمال، هتلاقيها بتتفرد معاكي. اهم حاجه ما يبقاش فيها حتت مكلكعه، ولو اتقطعت او عملت منك فتحات صغننه كده مش هتفرق معاكي، لان احنا في الاخر هنطبقها. بصوا بقى بتهووا كده عليها لحد ما تتفرد على اكتر درجه. ولو حسيتوا ان في حتت كده طلعت منها مكلكعه او اتطبقت على بعض ممكن تشيليها. انا بقى كنت فردت واحده زي ما انتم شايفين وطبقتها. جيت هنا بقى لما فردت الثانيه رحت جايبه الاولى حطاها في النص وحط عليها الحشو اهي. انا كنت عامله لحمه معصجه بالفلفل الاخضر الرومي والجزر والزيتون، حطيتها اهي في النص اهي وبدات اطبق. بصوا التطبيقه بتبقى عامله ازاي، هتشوفوا دلوقتي التطبيقه اهي. انا الاول كنت حطيت بقى فوقيها طماطم، حطيت فوقيها شويه جبنه شيدر مبشوره وشويه جبنه موتزاريلا مبشوره. حطي بقى اللي عندك، اللي تحبيه، اللي تشوفيه، اللي يجي على مزاجك. وطبقت بقى من طبق الجنب
الجنب والجنب اللي قصاده، وبعد كده اليمين والشمال. وزي ما انتم شايفين اهو حطيتها في صينيه مدهونه سمنه برده او زيت، وسبتها على جنب بقى ترتاح. دخلت على الحشوه التانيه او على القطعه التانيه، شوفوا بقى هنعملها ايه. وبدات برده اخفف ايديا بالزيت كده عشان تعرف تتفرد معايا كويس. في الاخر كل ده في الفرن الزيت ده هينشف. وهي طبعا هي وصفه طبيعتها ان هي بتبقى مزيته شويه او مدهنه شويه. بصوا التطبيقه عملتها ازاي، يمين وشمال وفوق وتحت فوق بعض. خلاص فردتها حطيتها على جنب، وفردت القطعه التانيه علشان احطها في النص برده زي ما عملنا الاولى. انا بس بوريلكم الطريقه مره واتنين علشان تبقوا شايفين. خدوا بالكم ما خدتش مني وقت خالص خالص، وبجد طلعت حلوه وتغيير. بصوا اهو جيت في النص برده حطيت القطعه الاولى، وهنا ده كان الصدق بتاعي عاملاه برده بالفلفل الرومي، حطيت على وشه طماطم وبرده زيتون. مش عارفه احط هنا برده اهو جبنه شيدر وجبنه موتزاريلا، وطبقت الفوق والتحت والجنبين، واجي قلباها على الصينيه واسيبها ترتاح شويه. في طريقه تانية برده لللف. بصوا الاول دي المشكل جبن برده، جبنه ولانشون وطماطم برده فلفل اخضر رومي وزيتون، يعني بمزاجك الموجود عندك الموجود. وعايزه اقول لكم الحشو اللي انا عملته ده اتبقى منه كتير، يعني بصراحه انا لقيتها موفره جدا. الحشو اللي انا عملته اتبقى منه. بصوا الطريقه التانية، هي عملت كده، دي تالت واحده. بصوا الطريقه التانية بقى في الفرد، ممكن تطبقي الفوق والتحت، وبعد كده تحطي في النص بقى الحشو على طول من غير ما تحطي قطعه تانية في النص، فاهمين قصدي؟ وبصوا حطيت برده بواقي اللي كانت عندي بقى، اللي اتبقت من الصدوق على اللحمه المفرومه على الجبن على الزيتون يعني حطيت بقى دي ميكس كل حاجه. وبتطبقي كده بقى اليمين والشمال، وتبداي تقفليها من كل الجوانب، هتلاقيها بقت مدوره معاكي شويه، وتحطيها في الصينيه. هنا بقى كانت رجعت بقى الاول واحده خالص عملتها، كانت ارتاحت حوالي 10 دقايق. بصوا هنا الاول حطيت على وشها جبنه موتزاريلا اهي وسبتها ترتاح. دي بقى اللي كانت ارتاحت، هي كانت ارتاحت بقى لها 10 دقايق تقريبا. بدات برضو افردها في الصينيه تاخد مقاس الصينيه، اتفردت معايا بسهوله جدا جدا. انا هنا حطيت على وشهم جبنه شيدر برضو جبنه موتزاريلا، وفي واحده بس هي اللي عملتها وشها وش بيتزا. بصوا لما بترتاح بتتفرد ازاي، بتاخد مقاس الصينيه بمنتهى البساطه والسهوله. بجد كانت جميله قوي قوي قوي. جربوها كده واكتبوا لي رايكم برضو في الكومنتات وقولوا لي. اهو بصوا بقى دي الاخيره اللي عندي، عملتها وش بيتزا. بصوا فردتها كده اخدت مقاس الصينيه، وبدات بقى احط برضو البواقي اللي عندي من الجبنه، من اللانشون المشكل جبن، الطماطم، الفلفل، الجبنه الموتزاريلا والجبنه الشيدر، وتمام كده. انا هنا كنت خلصت. هي عملت معايا 3 متوسطين وواحده صغيره، الكميه اللي هي بتاعت ال3 كوبايات ونص دقيق دي. تمام. بصوا كنت بحاول اوريها لكم اهي من قريب. هنا بقى كنت بصوا بقى حشوات ازاي، زي ما قلت لكم كنت بقى مشغله في الفتره دي الفرن يسخن شويه على درجه حراره 200. حطيتها كده في الرف اللي في الوسط 10 دقايق او ربع ساعه، يا دوب لونها اتغير من تحت، وفتحت عليها الشوايه من فوق 5 دقايق، اخدت لون والجبنه كده ساحت شويه وطلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كان طعمها بجد جميل جدا جدا، واتبقى منها كتير وفطرت منها تاني يوم. وهنا قدمتها مع شيبسي، وقدمتها برضو مع كاتشب ومايونيز اهو. طبعا بتقدميها زي ما انت عايزه، وبتبقى جميله ومختلفه. تنفع كده في السهرات، تنفع في الغدوات اليوم عايزين نغير، لو عازمه مثلا اخواتك او صحباتك بتبقى جميله قوي قوي. مثلا في مناسبات ليله العيد، وقفه عيد، الكلام اللي انتوا عارفينه ده كله، بتبقى افكار حلوه ومختلفه وخفيفه ولذيذه. وبصراحه انا حسيت ان هي برضو كانت موفره، يعني الحشو ده يعني بكميه بسيطه قوي. يعني عايزه اقول لكم انا كنت مطلعه ربع صدق وربع لحمه مفرومه، عملت الحشوات دي واتبقى نصهم، فاهمين؟ يتبقى كميه كبيره من اللحمه المفرومه وكميه من الصدق، حطيتها بقى بطلعها في اكله تانية. فبجد اكله موفره وجميله وبالهنا والشفا على قلبكم. وعايزاكم بقى تجربوا وتسيبوا لي كومنتاتكم وتقولوا لي رايكم، ابعتوا لي الصور بتاعتكم، تابعوني كده على التيك توك بتاعي، انا حاطه لكم اللينك في البايو بتاع القناه. وتابعوني بقى واستنوني في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. متنسوش تسيبوا اللايك والاشتراك بتاعكم زي ما اتفقنا. ويلا اشوفكم على خير واستنوني. باي باي.